بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حبايبي الحلوين في كل مكان داخل مصر وخارج مصر، تحياتي لكم جميعا. عاملين ايه يا رب؟ تكونوا بخير في أسعد حال دايما يا رب. إن شاء الله النهاردة هنعمل معاكم وصفة جديدة. هنعمل معاكم الكوارع. احنا عملنا معاكم كوارع قبل كده، إن شاء الله هنعملها النهاردة في طاجن بطاطس. تعالوا بقى نشوف الطريقة ونشوف المقادير ونشوف طريقة التحضير. كده نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. معانا كرعة. طبعا الكرعة غسلتها، طبعا بتبقى جاية متنضفة ومتقطعة، بس بنعد عليها تاني بالسكينة بنلاقي ايه حاجة زوائد ولا كده ولا حاجة من التنظيف باقية، فبنعد عليها بالسكينة تاني وبنغسلها بقى بملح ودقيق وخل وليمون، بس انا مكانش عندي ليمون، غسلتها بقش البرتقال، بيدي نفس النتيجة ويمكن احسن كمان. فنقعتها كم مرة بقى كده الوقت، وده آخر إيه ظهر. تعالوا بقى نشوف هنعمل فيها إيه. طبعا المغسولة اهيت هنطلعها بقى من المية ونشوف هنعمل فيها إيه. لازم تهتم بغسيل الحاجات ديت، اللحوم والدواجن وكل حاجة لازم تهتم بالغسيل جدا يعني. كده ولعت لها مية على النار اهيت، مفيش فيها أي حاجة، مفيش فيها أي إضافة خالص. لسه نضيف لها الوقت بعد ما نحط الكوارع. بسم الله الرحمن الرحيم. عند الكوارع بقى غلوة، منها غسيل ومنها ايه اي زفارة اي حاجة بتنزل في المية السخنة دي. يديلها غلوة كده، هسيبها بقى تغلي الغلوة كده والكوارع فيها. وكده غلت اهي بالشكل ده. هحوش بقى حوالي الرغوة ديت. طب انت هتحوش الرغوة ليه يا ام محمد؟ هحوش عشان مفيش حاجة ايه تعلق في ايه حتة الكوارع. حاول احوش ايه يعني لحد ما كده. كده كده المية دي هتترمى وهنغسل الكوارع تاني، بس مش عايزة حاجة تعلق بقى ايه في حتة الكرع. هنضيف ايه بقى دلوقتي؟ هنضيف معلقة خل، هتحوش اي زفارة من الكوارع. اديلها الغلوة ديت بقى واطلعها. كده طلعتها اهيت. هغسلها بقى تحت الحنفية بس بمية سخنة، متغسلهاش بمية سقعان، غسلتها بمية سخنة. حلة نضيفة خلاص اهيت، حطيناها على البوتاجاز وحطينا فيها شوية زيت. ننزل بقى ايه الكوارع تتشوح، تاخد تشويحة كده. بسم الله. ننزل بالكمية كلها. طبعا هنضيف ايه بقى معانا بصل وجزر وطماطم. وبالنسبة بقى للتوابل، حبهان وفلفل وورق لوري. عندك مستكة برضو حط فص مستكة. عندنا بقى تشويحة كده، هفصل عم اديلها تشويحة، يعني اقلبها كده بالحلة لان انا كنت ماسكة التليفون بايدي. هغطي عليها كده بس 5 دقايق كده تشرب من بعضها كده. نضيف لها بقى مية سخنة. بسم الله. المية السخنة بقى بتساعد برضو في السوا، متحطش مية ساقعة. طبعا في اضافة بقى هتساعد في سوى الكوارع ديت في اسرع وقت. نوى البلح. نوى البلح دي طبعا انا عينها في التلاجة، قلتلكوا قبل كده كم مرة. بعينه في التلاجة لحمة، بتساعد في تسوية اللحمة، تسوية بط، تسوية كوارع، أي حاجة من دي بتساعد في تسويتها. غليتها اهيت، خليت غلوة اهيت وحطيت لها، كنت ضفت لها معلقة صلصة. ههدي عليها النار بقى تستوى براحتها. كده هدي البوتاجاز اهوت وغطي عليها بقى تستوى براحتها. وكده يا حبايبي استوت اهيت، دخلت تسوى خالص. هنضيف لها بقى الملح. ما تضيفيش الملح الا في الاخر لما تحس انها استوت،
يا دوبك 5 دقايق كده واطلعها عشان لسه برضه هتاخد شوية مع البطاطس. وكده الكوارع بتاعتنا استوت. تعالوا بقى نختبرها ونشوف. بسم الله. طبعا الكوارع دي صغيرة مش كبيرة، ما خدتش وقت بأمانة يعني. وكمان نوى البلح دي بيساعد على التسوية. استوى ده، يعني تعتبر 90%. هنطلعها بقى عشان لسه برضه هتاخد مع البطاطس شوية. يعني هي ممكن تتاكل كده عادي كده، تطلع من الشوربة تتاكل كده، بس احنا بقى هنعملها النهاردة في صينية بطاطس. معانا بقى مقادير البطاطس. كمية البصل اللي انت عايزاها. معايا فلفل وبصل وجزر. هنزل بقى البصل كده وادعكه بالتوابل. معانا توابل معايا ملح وفلفل وشطة وكمون وبهارات لحم، واي توابل انت حباها حطها، وشطة على حسب الرغبة. هندعكها كده كده البصل بقى بالتوابل ديت. ننزل المية اللي فيه. اللي وصل معانا الوقت كده ما ينساش بقى يحط اللايك، احلى لايك من احلى اخوات، ويصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. كده دعكت الخضار في بعض اهوت. معاه كمان معلقتين زيت كده. نزلت بقى بالبطاطس عليه واقلب بقى الخضار في بعضه بقى بالتوابل بكل حاجة مع بعضها كده. نرص بقى الكوارع بتاعتنا. بسم الله. طبعا معانا طماطم معصور، عصير طماطم. عايزة تضيفي برضو معلقة صلصة او معلقتين على حسب ما انت عايزة. هحاول بقى انزل الصلصة كده عشان توصل البطاطس. جبت بقى شوية شوربة كده، حوالي كبشة شوربة كده. نضيفها على الطماطم، على عصير الطماطم. كده بقى هندخلها الفرن. البطاطس تستوي، الكوارع برضو تطلع كده تاخد لون كده حلو. وارجع لك لان في لسه تركية بقى هتدخلك بقى الكوارع دي في سكة تانية خالص. وكده الكوارع استوت والبطاطس استوت. هنعمل ايه بقى الوقتية؟ هنعمل لها طشة بالخل والثوم بقى. ما اقولكيش بقى على الطعم والريحة بقى بأمانة ربنا. ريحة في منتهى الجمال. عملنا تومة هي يا دوبك اصفرت بس، ما اديش لون غامق عشان التوم ما يمررش. معلقتين كده توم. معلقتين معلش، معلقتين خل. كده الطشة هيت توم بالخل، ونضيفها بقى على الطاجن الجميل ده. ما شاء الله ما اقولكوش على الريحة. اتمنى تكونوا معايا كده وتشموا الريحة معايا. هنوزع بقى التوم كده بالخل على وش الطاجن كده. وهحطه بس في الفرن يا دوبك حوالي دقيقتين كده بس يشمع بس. وكده يا حبايبي الطاجن طلع عوض بالشكل ده، ريحة بقى وما اقولكش مالية المكان. واكيد بقى الطعم جميل. ايه رايكم؟ وعملنا جنب الطاجن الحلو ده رز بشعرية. طبعا عايزة تعمل رز ابيض رز بشعرية على حسب ما انت عايز. دي كانت وصفتنا النهارده بقى يا حبايبي في طاجن الكوارع بالبطاطس. حاجة كده ما اقولكوش بقى على طعمها وجمالها. جربوها وان شاء الله مش هتندموا. دي كانت طريقتنا النهارده. لو عجبتكم بقى الوصفة ما تنسوناش بقى في اللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.